أسود الأطلس يحطمون الأرقام القياسية ويصنعون التاريخ. لأول مرة في التاريخ منتخب عربي يكون في دور ربع النهائي، والأول مرة علشان تكون واخد في بالك إن منتخب عربي يخوض مبارياته في دوري المجموعات من مونديال في كأس العالم بدون هزيمة، وفي نفس الوقت في دور ال 16 بدون هزيمة. منتخب المغرب بيصنع التاريخ، بيصنع التاريخ. المغرب على موعد في مواجهة نارية. في البداية بقول لك صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبتمنى إنك تعمل لايك وشير للفيديو ده، مهم جدا إن يصل لأكبر عدد ممكن. لو أنت مهتم بمحتوى الرياضة شرفنا باشتراكك في القناة، يبقى كرم كبير جدا. منتخب المغرب بعد ما استطاع إن هو يعدي من دور المجموعات ودور ال 16 على موعد على مواجهة نارية. بس في البداية عايز أقول لك إن الحلم مش مستحيل. الناس المحبطة والناس اللي بتقول المغرب هيروح فين لنهائي كأس العالم في ظرف وجود فرنسا والبرازيل والارجنتين والبرتغال والناس دي كلها، هقول لك مفيش مستحيل. مفيش مستحيل لما تشوف منتخب عربي يتعادل مع كرواتيا ويهزم كندا ويهزم بلجيكا ويحطم احلام اسبانيا، يبقى ما عندناش مستحيل. يبقى المغرب قادر على ان هو يكون في نهائي مونديال كاس العالم. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لان فيه مجموعة رجالة بتلعب، في رجالة بتلعب في أرض الملعب، في روح جماعة بجد شرفونا، وبجد خلى رسل العرب في السماء إن منتخب عربي وصل لدور ربع النهائي في مونديال كأس العالم. وخاصة إنه على أرضنا، أرض عربية، قطر أرض عربية. وأنا ليه بقول أرضنا؟ جميع أي دولة عربية وأي عربي في الدنيا، أي دولة عربية هي أرضه، أي دولة عربية هي أرضه. وده اللي بينوه لك مونديال قطر. وبجد كانت فرحة رئيس قطر تميم، بجد امير قطر، يعني فرحه هستيريه، فرحه هستيريه في الملعب اثناء ركلات الترجيح. كان فرحان فرحه هستيريه بفوز المغرب، اكن بلده اللي كسبت. وده يدللك على وحده الشعوب العربيه، ان الشعوب العربيه كلها بتحب بعضيها. الشعب المصري كله بلا استثناء، كله، مش عايز اقول لك الفرحه كانت قد ايه. الشعب كله كان بيشجع منتخب المغرب، الناس سابت اللي وراها وكانت بتتفرج على المباراه. هقول لك بص، انتصار المغرب ده مش انتصار للاسلام ولا ان هو حاجه اللي هي في الدين ولا الكلام ده كله، لا. لكن هقول لك ان احنا كعرب بنثبت للغرب ان احنا قادرين في اي مجال وفي اي حاجه، ان العرب موجودين ونقدر نغلب ونقدر نوصل. دي رساله لمين؟ رساله للغرب، رساله للغرب اللي عملوا هجوم شديد جدا على قطر علشان بتنشر احاديث دينيه في الشارع، وعلشان بتمنع اعلام العيال البسكليته ان هي في الملعب، وعلشان منعت الخمور. فتحوا النار عليها وهجوم كبير على قطر. وقطر دوله غير مستطيعه ان هي تنظم كاس العالم. ومين يقدر ينظم كاس العالم زي قطر؟ ده حدث استثنائي وحدث مش هتشوفه تاني في حياتك. اللي حصل في قطر ده بالنسبه لنا كعرب وكمسلمين بجد حاجه تاريخيه. اسف جدا ان طولت عليكم، ولكن منتخب البرتغال بيستعد لمواجهه منتخب المغرب يوم السبت القادم. المباراه اللي هتكون مباراه ناريه، اللي لو قدر ان هو يتخطاها منتخب المغرب، يعني منتخب المغرب يقدر ان هو يتخطى البرتغال. هتقول لي ليه؟ هقول لك ان كان في مباراه لعبوها مع بعضهم، يمكن حضراتكم شفتوها. البرتغال غلبت المغرب 1-0 بالعافيه. كان الماتش ينتهي للمغرب 3-4، وفي ظرف عز كريستيانو وبيبي واللاعيبه كلها بتاع البرتغال. فما فيش مستحيل، والحلم مش مستحيل، وسقف طموحنا عالي. وان شاء الله المغرب في النهائي، المغرب في النهائي. ده حلمي، وان شاء الله يتحقق بمشيئة الله تعالى. وان شاء الله نقدر نتخطى البرتغال. ومباراة اسبانيا بقى، مباراة فرنسا نبقى نفكر لها بعد كده. شكرا جدا للناس اللي كملت معايا لحد هنا. المباراة يوم السبت، المباراة يوم السبت 10/12 هتكون ما بين المغرب والبرتغال. قبل ما اقول لك سلام بقول لك صلى على النبي وسلام.